الله اكبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. تعالي يا قويه اللي مش عاجبك حد، يا اللي بتاكلي في قته محلوله. تعالي وريني اشتريتي ايه. سيبك انتي. ازيك يا ست الكل، يا ست الحبايب؟ الحمد لله يا حلوه، طبخت ونضفت وغسلت ونشرت وكويت والهانم بتلف. كل ده وبتصلي الفرض وانت قاعده؟ تخيلي، وبصلي وانا قاعده، ركبي من كتر شغل البيت ولا كاني مخلفه هانم. هكون جبت ايه يا ماما؟ جبت شنطه. بكام يا اختي الشنطه دي؟ ب200 جنيه. يا لهوي، ليه يا بنتي؟ انتي بفلوسها يا بنتي طقم فناجيل ولا طقم كاسات نحطه في النيش يا بنتي، ولا بتاع كده من ابو روب يا بنتي؟ عندك 25 سنة، هتقعدي في قرابيز اكتر من كده ايه؟ فناجيل وكاسات وروب. حاضر يا ماما، المرتب الجاي وعدك. حاضر هشتري. بعدين ليه يا بنتي السعر ده كله؟ ده انا لو معاكي كنت جبتها لك وجبت لك عليها جزمة وبنص السعر. فين يا ماما السعر ده كله؟ فين؟ 200 جنيه. بتجيب ايه ال 200 جنيه دلوقتي يا امي؟ ما بتجيبش بانيه يا امي ال 200 جنيه. برضو غالية وعبيطة. بعدين بصي جمالها، بصي جمالها، بصي جمالها يا امي. دي مستوردة، حاجة كده في النظافة. مستورد منين يعني يا بنتي؟ ما وكالة البلح مليانة مستورد، والنبي لو دخلت وكالة البلح كنت جبت لك 3 بربع السعر. وكالة البلح هتجيبي لي 3 بربع ال 200 جنيه؟ ماشي يا ماما، نروح الاسبوع الجاي وكالة البلح وهاتيلي 10. وبعدين ماله كده شبه كيس الخضار يا بنتي اللي بجيب فيه الخضار اخر الاسبوع؟ ارحميني. شنطة خضار ايه يا ماما؟ انا عمري ما شفت شنطة خضار كده يا ماما، دي دراعها ذهبي بقى. بعدين يا ماما انا هوريك الشطارة بكرة. ايه هتروحي ترجعيها؟ هرجعها وهصنع شنط واكتب عليها ماما قالت لي اعملي كده، وهسميه براند ماما الشاطرة. مش فاتحة غير في النقوارة، مش فاتحة غير في النقوارة.